لما نزلت اخر فيديو ليا بتاع العداد لقيت اغلب الناس رياكشنها كده. فانا جاي يا صديقي هفهمك من اول وجديد بدل ما انت كنت بتاخد درس رياضة في الفيديو اللي فات. اللوريست دي الطريقة اللي انا يعتبر نوعا ما اخترعتها، فهنبدأ بيها لانها اهم طريقة فيهم. اول حاجة مروان هيقيس مثلا ايه اقصى عداد يقدر يجيبها في الضغط. خلينا نقول انه جاب 10 عداد، فهياخد ال10 عداد دي ويضربها في 7 من 10، والناتج اللي هيطلع ده اللي هنشتغل بيه. دلوقتي هنيجي لحتة المجاميع. احنا مش بنلتزم بمجاميع محددة. بص الحتة دي مهمة قوي، احنا بنلتزم بعدد عدات معين، يعني ما بين 25 و 35. طب استنى، احنا دلوقتي ازاي هنحسب عدد المجاميع؟ دلوقتي قلنا مارو اللي هو بيجيب صافي بعد ما عملنا الحسبة بتاعتنا 7 عدات. طب السبع عدات دول عايزين نجيب الحسبة قريبة ما بين ال 25 و 35، فهنجرب نضرب في 5 هيدينا 35. طب دلوقتي حد بيجيب 10، هنعمل ايه؟ هنضرب في 3 في 10 هيدينا 30، يبقى برضو جبنا برضو ايه قريبة ما بين ال 25 وال 35. خلاص عرفنا العدات اللي هنجيبها وعدد المجاميع اللي هنعملها. هنيجي لأهم حتة اللي هي بالفيديو كله، وهو مدة الراحة اللي بين المجاميع. الطريقة دي هتتقسم ل7 أسابيع. هنبدأ أول أسبوع ب 120 ثانية راحة بين كل مجموعة، وهنفضل نقلل في كل أسبوع 15 ثانية لحد ما نوصل للأسبوع السابع والراحة هتوصل ل 30 ثانية. وبعدها 7 أسابيع تقدر تعمل إعادة تقييم من تاني. هتعمل 3 ايام في الاسبوع تمرين بس، ما تزودش ولا تقلل. في حاجات بسيطة ممكن ازودها عندك، يعني مثلا لو عايز تضيف تمرينين هتاخد التمرين الاول لوحده بمجاميعه بالراحة بتاعته كلها، وتاخد التمرين التاني بمجاميعه والراحة بتاعته كلها. ما تلعبهمش سوبر ست. وطريقة ادائك للتمرين ولا هتبقى سريعة قوي ولا هتبقى بطيئة قوي. اعمل الاداء في الوسط واعمله بتحكم. نسيت اقول لك حاجة مهمة، انت اخرك في التقنية دي اللي انت تضيف تمرينين بس، اكتر من كده لا. وده اخر الفيديو، عملت لك اللي انت عاوزه، عدت لك الفيديو عشان انت ما فهمتوش. انا مش هشرح طريقة الجي تي جي عشان انا شرحتها في الفيديو اللي فات، فانت لو فهمت الفيديو ده ورجعت الفيديو فات هتفهم كل الدنيا عاملة ازاي. عشان تقدر جهدي بس، انا قربت اخش على 1000 مشترك خلاص، انا 904 ولا 905 دلوقتي. فتاني حاجة بقى عايزك تروح عند انس تشترك في القناة بتاعته، تعمل له لايك لاخر فيديو عشان هو تعب فيه بتاع الهاند ستاند. الناس اللي طلبت مني الهاند ستاند انا قلت في الفيديو اللي فات الكلام ده برضه، انا بعيده في الفيديو ده وبس. اشوفك على خير، وعايزك تعرف اللي انا بحبك قوي، عشان كده انا عدت لك الفيديو بتاعك.